محاولة بائسة من نادي الزمالك لتعويض الألم اللي أخدوه لزيزو، اللي بصراحة هو لسه واجع ومعلم جامد لحد دلوقتي، في محاولة أخرى لعمل كوبري لأحد لاعبي النادي الأهلي لانتقاله عن طريق الكوبري طبعا إلى نادي الزمالك. في البداية بس سامحني إن أنا تغيبت عنك اليومين اللي فاتوا دول، والله كنت بخلع ضرس العقل وكان مموتني، ولكن يا صديقي إحنا مع بعض النهاردة وهقول لك آخر أخبار انتقالات النادي الأهلي والكلام الكبير والكوبري المحترم اللي اكتشفه النادي الأهلي مؤخرا على انتقال أحمد عبد القادر إلى نادي الزمالك، واللي كان طبعا أنا قلت لك عليه قبل كده ان احمد عبد القادر خلص كل حاجه مع سيراميكا، بس اتضح ان هو ما خلص وعمل مشاكل وقال لك انا عايز 25 مليون جنيه على الترابيزه علشان اقبل التوقيع والانتقال الى نادي سيراميكا كليوباترا. طبعا يا حبيبي انت مش رايح تشتري المصنع ولا انت لاعب العالي قوي علشان تطلب رقم زي ده. احنا عارفين ان انت لاعب مهاري، لاعب ممتاز، لاعب كويس داخل الملعب، ولكن انت عقلك ما هواش في الكوره، انت عقلك بره الملعب. وزي ما اتكلمنا قبل كده ان انت لو عندك العقليه والموهبه فانت تكسب، لكن لو عندك الموهبه وزيرو عقليه فانت للاسف خسران كل حاجه، وهو ده الحال اللي واقف عليه احمد عبد القادر. القصه بتقول ايه؟ احمد عبد القادر يا سيدي كان المفروض ان هو هينتقل رسميا على سبيل البيع النهائي الى نادي سيراميكا كليوباترا، مع طبعا بعض الاحتياطات من النادي الاهلي ان هو ما يروحش لاي نادي تاني داخل مصر، وده اللي المفروض ان هو تم فعلا. ولكن في مشاكل معينه حصلت وقت ان احنا جايين بنتفق، وقال لك انا عايز 25 مليون جنيه كمرتب ليا. طبعا نادي سيراميكا كليوباترا رفض الموضوع ده نهائي، وساعتها احمد عبد القادر قال لك خلاص انا هطلع على الخليج لاي دوري في الخليج، هطلع العب هناك وبعدين نبقى نشوف هنعمله ايه. طبعا طلعانه للخليج ده ما هو الا كوبري علشان ينتقل من الخليج الى النادي الزمالك، وده اللي حس بيه النادي الاهلي وقال لك خلاص انت عايز تروح الخليج، احنا ما عندناش اي مشكله، اطلع على الخليج بس هات لنا عرض كويس من هناك. وهنكتب كده في شروط التعاقد مع النادي اللي انت رايح له ده ان انت لو اتبعت لاي نادي من النادي ده للدوري المصري، ده معناه ان في مبلغ محترم ومبلغ تعجيزي لازم يدفع من جانب النادي اللي انت رايح له ده علشان يتم بيعك بعد كده لاي نادي داخل مصر. وده طبعا تأمين للنادي الاهلي ان اللاعب لا ينتقل الى نادي الزمالك. فمشمومه ومعروفه يا زمالك، وقبل ما انت تروح كنت انا راجع في موضوع الكباري ده، اوعى تفكر تنافس. تاني لاعب معانا وهو اللاعب ياسين سيد مرعي اللي خلص كل حاجه مع النادي الاهلي ب 30 مليون جنيه زائد 5 مليون جنيه بونص، وهو اللاعب ابن سيد مرعي الكابتن الزملكاوي الكبير. وياسين سيد مرعي كان لاعب في نادي الزمالك سابقا. ياسين سيد مرعي هو السبب الاكبر لانتقاله من نادي فاركو الى النادي الاهلي. تخيل لاعب زملكاوي رفض نادي الزمالك اللي دخل في الصفقه، هقول لك بعدين، رفض نادي الزمالك وقال لك انا هروح النادي الاهلي، والزمالك اللي دخل مؤخرا في الصفقه وحاول ان هو يعلي على النادي الاهلي، ولكن لما النادي الاهلي حسم الموضوع قال لك انا خلاص سبتهولك وانا مش محتاج اللاعب، وعينينا اللي هو جون ادوارد اللي هو المدير الرياضي اللي بيقول عليه مدير رياضي عندهم، عينينا على لاعب اقل من اللاعب ياسين سيد مرعي في الفلوس واعلى منه في المستوى. طبعا انا مش عارف هيجيبوه من انهي حته ده، ولكن خلينا نشوف الايام اللي جايه هيكون فيها ايه. وكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب بنسبه 100% المجلس ده باقي معانا لدوره ثالثه، وده طبعا طبقا لقانون الرياضه اللي تم حسمه النهارده داخل مجلس الشعب، وتم الموافقه على بقاء المجالس لدوره ثالثه علشان يتم انتخابهم لدوره ثالثه. طبعا الكلام ده كله حسب الانتخابات، لو تم انتخاب المجلس بتاع كابتن محمود الخطيب ده لو نزل اصلا الدوره اللي جايه، طبعا هو من حقه الترشح ومن حقه ان هو لو تم انتخابه ان هو يكون موجود على رئاسه مجلس اداره النادي الاهلي لدوره ثالثه. وسامع ركب الزملكاوي اللي عماله تخبط دلوقتي وبيقول لك هم لسه قاعدين دوره ثالثه، ده اكلين الاخضر واليابس يا عم من 2019 ولحد النهارده، هيكتموا على نفسنا 4 سنين كمان. يا حبيبي قاعدين على نفسك ولسه مكملين معاك، وحتى لو كابتن الخطيب نفسه مش موجود فهيجي من بعده برضه واحد ياكل الاخضر واليابس زي ما عمل كابتن محمود الخطيب بالظبط. اللاعب الثالث معايا بقى وهو اشرف داري، واللي جاي له عرض حاليا من الدوري القطري، مش عارفين ما بين الريان ولا الدحيل، بس في عرض جاي، عرض شفهي مش عرض رسمي بعقد. وطبعا رد النادي الاهلي المعروف هات لي العقد،
واحنا نبدا نتكلم. والكلام الشفهي اللي جاي علينا بمبلغ 3 مليون دولار، واللي شايفه النادي الاهلي ان هو هيكون فرصه كويسه جدا جدا في خروج اشرف داري من النادي الاهلي علشان يعوض الثمن اللي اتدفع في اشرف داري قبل كده، بالاضافه لمرتب السنه اللي قعدها اشرف داري مع النادي الاهلي. وده يكون تعويض جيد جدا لبقاء اللاعب داخل النادي الاهلي. وللعلم اشرف داري ما قدمش اي شيء يذكر مع النادي الاهلي. هو لاعب مستوى عالي، ولكن لاعب اصاباته كتير ومستواه يهبط في بعض الاحيان، وبصراحه دي حاجه انا خايف منها جدا جدا. ومنها برضو التعاقد مع ياسين مرعي، وهقول لك السبب ده. التعاقد مع ياسين مرعي قلقني لحد كبير جدا، وخروج اشرف داري قلقني اكتر واكتر، لان انت وارد جدا ان انت تدخل الموسم الجديد من غير تدعيم قوي جدا للدفاع بتاعك. ياسين مرعي لاعب كويس جدا، لاعب عالي جدا، لاعب على مستوى ممتاز جدا، ولكن مش هو المفروض يسد الخانه. المفروض ان انت تجيب لاعبين في الخط الدفاعي اعلى بكتير. انت مطلوب منك ان انت تدعم الخمس مراكز دفاعيه، باك يمين باك شمال واثنين سنتر باكين، ووراهم طبعا حارس المرمى اللي انت دعمته بالفعل. ولكن المفروض ان يكون في المقدمه ورقم واحد في مصر حاليا هو مصطفى شوبير. طبعا ده نظرا لتراجع مستوى محمد الشناوي بشكل كبير جدا جدا. فانا قلقان على خط الدفاع بشكل كبير، لان انت دعمت بشكل ذهبي الخط الهجومي ودعمت بشكل ممتاز خط الوسط، ولكن باقي الخط الدفاعي، وده شيء يقلق جدا جدا. وفكر فيها كده هتلاقي ان الموضوع صعب شويه. عايز اقول لك كمان ان ريفيرو قال لك ان طالما اشرف داري ممكن يخرج، فانا مش عايز مهاجم بداله، لا انا عايز مدافع برضه يكون مكان اشرف داري. ده الكلام اللي طلع من ريفيرو النهارده. وبمناسبه بقى موضوع المهاجم، تعال نروح شويه لموضوع وسام ابو علي، اللي الموضوع مبهوأ قوي، وفي ايدينا دلوقتي 48 ساعه في انتظار رد النادي الخليجي على انتقال وسام ابو علي الى الخليج. عايز اقول لك ان النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله نهائيا في استمرار وسام ابو علي، زي ما انا كلمتك قبل كده وقلت لك ان وارد وسام يستمر، وارد جدا جدا ان هو يرحل. طب وارد يستمر ازاي؟ ان النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يعلي العقد بتاعه شويه ويعلي الفلوس شويه في مقابل ان وسام يستمر مع النادي الاهلي، ولكن وسام يرغب في الرحيل. واحد معروض عليه 5 مليون دولار في الموسم، طبعا ده رقم كبير جدا جدا ولازم يمسك فيه ومن حقه ان هو يمسك فيه. ولكن اللي واقف دلوقتي على الصفقه، طبعا انا زي ما قلت لك في مهله 48 ساعه. وعايز اقول لك كمان ان النادي الاهلي طالب مبلغ 10 مليون دولار كاش. خد لي بالك جدا جدا من موضوع كلمه كاش دي، لان النادي الاهلي رافض اي تقسيط ورافض اي كلام. طب هتقول لي ايه السبب ان النادي الاهلي رافض ان انت تخلي لي الموضوع على اقساط شويه او تمد لي الموضوع شويه؟ هقول لك يا سيدي ان اي نادي في الخليج لما بيعوز اي حد من بره، من اوروبا او من امريكا اللاتينيه، بيروح يخلص فيه على طول وبيدفع في فلوسه كاش. فمعلش ما تجيش عندي انا وتقول لي لا انا معيش كاش دلوقتي، لا انت معاك الكاشات جاهزه ومعاك الفلوس جاهزه، فخلص معايا علشان تاخد اللاعب بتاعك. وزي ما النادي الاهلي صرح النهارده، انت معاك 48 ساعه فقط لا غير. بجانب طبعا ان النادي الاهلي عايز ال10 مليون دول كاش، عايز كمان النادي الخليجي يتحمل 800 ألف دولار بتوع النادي السويدي بتاعت نسبة إعادة البيع. دي طلبات النادي الأهلي علشان يخلص وسام وينتقل من النادي الأهلي. لو عايز رأيي الشخصي هقول لك إن النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة لحد دلوقتي في موسم الانتقالات. دعم بشكل كويس جدا، عطى ألم كبير جدا جدا للمنافس بتاعه وهو نادي الزمالك. وارد جدا ان احنا نشوف لعيبه تانية تيجي من نادي الزمالك الفتره اللي جايه، والعين والنني انت عارف على مين؟ على حسام عبد المجيد طبعا، اللي ممكن يخلص الصيف ده، يخلص نص السنه، يخلص الصيف اللي جاي. فالنادي الاهلي حاطط العين والنني على حسام عبد المجيد، وبنسبه كبيره برضه في مفاجآت تانية في انتقالات السنه دي. وخلي كل حاجه لوقتها، وخلينا نشوف ايه اللي داير وايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. وانا كده خلصت، واشوفك على خير يا صديقي المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.